مشاهدينا الكرام، تحية إعزاز وتقدير لحضراتكم في مستهل لقائنا وبرنامج الشارع الثقافي. إطلالة جديدة وتنسم لأريج الإنشاد الديني في هذه الحلقة والسهرة الرمضانية، ولسان حالنا يردد مع أمير الشعراء قوله: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، وما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابة. مشاهدينا الكرام، كونوا معنا وتابعون. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا له شهر بطوله، غنوا له أهلا رمضان، رمضان جانا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكما أسلفنا هذه الحلقة سهرة رمضانية حول الإنشاد الديني. معنا ومع حضراتكم فارسان من فرسان الإنشاد الديني اجتمع لهما حسن الصوت واختيار الكلمة وأيضا القبول، مفردات تؤكد على النجاح. إنهما مصطفى رضا وآية العدوي، ابن العدوى مركز المنيا، ومعنا الكابتن أو الأستاذ أحمد عمار من أبناء المنيا الداعمين للمواهب، ومعنا موهبتان صغيرتان هما عدوي وياسين. اهلا بحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. اهلا بيك استاذ مصطفى. وحضرتك بخير يا دكتور، ربنا يسعدك ويحفظك، ودايما كده بتبهرنا بابداعاتك والله. ربنا، ده انتوا اللي بتبهرونا. اهلا بيك يا ايه. اهلا كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب يا ياسين. كل سنه وانت طيب يا كابتن دكتور حبيبي يا دكتور، كل سنه وانت طيب وعن كريم عليك كمان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا عدوي. حبيبي يا دكتور، حبيبي يا دكتور. ويمكن يعني دائما يعلمونا في ادبيات التقديم ان نبدا بالذي هو خير. معنا عدوي ما شاء الله، يعني من الموهوبين في جمال الصوت وحفظ القران. نبدا معه ايات بينات من كتاب ربنا عز وجل، 3 آيات. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك وفي والديك ياسين. ونبدا لقائنا استاذ مصطفى. طبعا يعني تحدثنا كثيرا عن هذه البدايات الطيبه والاشراقات والنفحات التي كلما استمعنا الى صوتيكما يعني نتذكر يعني هذا الانشاد الديني الذي يعني يسمو بالوجدان ويعبر عن القيم والمعاني الاسلاميه ويجذب جمهورا جديدا من الشباب. هل ما زالت هذه الجذوه النورانيه ما شاء الله تراها مستعره وتراها تنتشر بشكل كبير جدا في اوساط الشباب الذين نتمنى أن يعودوا إلى الأصالة وإلى الصوت الجميل وإلى الوجدان الحي؟ والله طبعا يعني احنا بنحيي حضرتك في الأول على المقدمة الجميلة، وربنا يبارك فيك وفي رجل الإعداد كله. طبعا والله يعني الإنشاد حاليا دلوقتي بقى فيه تقدم جميل، والحمد لله يعني ده فضل من ربنا علينا ان الانشاد انتشر بالمواهب الجميله، وطبعا ده بيعتمد على الاصوات الحلوه. ما شاء الله مصر
ولاده دايما بالاصوات الجميله يعني. صحيح. انا بحيي كمان لاكتشافك آية، وهي القريبه والزوجه، وهي من تجعل جذوه الابداع. يعني تقولي لي برضو في اختيار الكلمات والالحان اللي هو بيطوعها مصطفى ما شاء الله، الالحان الشهيره التي يعني يلبسها ثوب الانشاد فتزداد القا واشراقا يعني. والله يعني حضرتك عايز تسمع حاجة دلوقتي؟ اكيد احنا هنسمع، لكن الحمد لله ان انا سمعت رايك ان انت موافقه مصطفى يعني. طب نبدا بانشوده. طيب رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا. راحوا يا بناتي الله وهيسوا، رمضان منور فوانيسه يا حلاوة الدين، الله الله والقمر الدين، الله الله وكياس النقل وقراطيسه، بعد الفطار دغري نحلي بكنافته وقطايف وتملي، وكل يوم فرحنا تزيد ويفوت علينا اوام يجري، نقول له لسه عليك بدري، يقول ده جاي ورايا العيد. افرحوا يا بناتي الله وهيسوا، رمضان منور فوانيسه يا حلاوة الدين، الله الله والقمر الدين، الله الله وكياس النقل وقراطيسه. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ويمكن انا سالتها سؤال، لكن هي طبعا هي ما شاء الله نستمع ليها، هو صوتها يكفي يعني. ان موضوع الالحان اللي هي الشهيره التي تاخذ مقاماتها وتحاول ان تجعل من الانشاد من هذه الالحان انشوده محببه للنفس. التجربه ديت مع المقامات ازاي فعلا بتزود في تجربتكم فنيا وتاثيرا ايضا لدى المتلقي يعني؟ والله طبعا انا ليا الحان كتير بفضل الله خاصه بيا، ولنا كلمات كتير خاصة بنا احنا يعني. طبعا احنا طبعا بناخد بكلام سيدنا النبي دايما الاستشارة عندنا. يعني مثلا بنعرض مثلا الاناشيد مثلا على الكابتن احمد عمار، طبعا ده مواهب كتير طالعة من تحت ايده، ربنا يبارك في عمره. فطبعا هنسمعك حاجة من ضمن الالحان والكلمات بتاعتنا اللي هي الخاصة بيكم، بصمة مصطفى رضا وآية بتاعتنا احنا. علقوا الأنوار والزينة، علقوا الأنوار، رمضان جانا وهل علينا، مرحب بك رمضان. علقوا الأنوار والزينة، علقوا الأنوار، رمضان جانا وهل علينا، مرحب بك رمضان. رمضان جانا بليلة جميلة، ليلة ولا كل ليلة، في العشر الأيام الأخيرة أنزل فيها القرآن، أهلا أهلا يا رمضان. علقوا الأنوار والزينة، علقوا الأنوار، رمضان جانا وهل علينا، مرحب بك رمضان. رمضان جانا بخير وسعادة، يا رب ما تقطع لنا عادة، خير علينا كتير وزيادة، يا رب بلغنا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. رمضان جانا وجاب لنا فرحة، والقلوب على بعضها سمحة، 30 يوم معدود عالسبحة، عيدكم ورحمة كمان غفران، أهلا أهلا يا رمضان. علقوا الأنوار والزينة، علقوا الأنوار، رمضان جانا وهل علينا، مرحب بك رمضان. الله الله جميل. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، وهذه الإشراقات النورانية وهذا الجمال مع الصوت العذب ومع الإنشاد الذي تصفو معه النفوس مع المنشدين الرائعين مصطفى رضا وآية العدوي. ولكن بعد فاصل قصير كونوا معنا وتابعونا. جيتنا بخير وسعادة وهنا أهلا رمضان، بعد ما عدى العام يجري بسرعة أوام، مرحب بهدومك واللي صومك أكيد كسبان، شهر الخير والغفران، شهر
الرحمة والغفران. انت الشهر اللي بتضاعف في الحسنات، انت محبة وجبر خواطر مع بركات، فيك القرآن أنزل والآيات، شهر الصوم والقرآن، شهر الرحمة والغفران. مشاهدينا الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل لمواصلة هذه السهرة الرمضانية الرائعة مع المشيدين المتميزين مصطفى رضا وآية العدوي، وأيضا معنا كابتن أحمد عمار من أبناء العدوى ومن الداعمين للخير وأيضا للمواهب. أنا بجدد التحية ليك مرة ثانية. وأكيد شهر رمضان هو شهر الخير والبركة. ربنا أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: شهر يزاد فيه من رزق المؤمن. وأعتقد أن الزيادة في الرزق ديتي ممكن أكتسب خير جديد، أكتشف موهبة جديدة. حدثني عن رمضان كبطل في اكتشاف المواهب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا بتشرف ان انا مع حضرتك النهارده، والله يعني الواحد كنت اتمنى ان انا اقابل حضرتك من زمان والله. شرفنا جدا. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في ان شاء الله. طبعا بفضل الله ان احنا طبعا بنحاول ندعم اي حد اي موهبه في طبعا انا عندي اكاديميه بنحاول بنطلع منها اي حد انشوده حافظ القران. اليومين اللي فاتوا دول طبعا كرمنا المجموعه اللي هي طلع الاوائل على محافظه المنيا. اي حد مقفل في الامتحانات من 140 رحنا كرمناه. يعني تكريم للمتفوقين والفائقين سواء في حفظ القرآن أو الإنشاد أو الإلقاء أو الشعر، كل المواهب. أي موهبة إن شاء الله إحنا بندعمها ومعاها في أي مكان. بنروح يمكن بنروح مسافات بعيدة عشان نروح نكرم من مراكز لمراكز عشان خاطر نكرم أي حد موهبة، أي حد كويس، أي حد حافظ القرآن طبعا إحنا معاه. ويمكن عدوي وياسين ما شاء الله احد النماذج الجميله اللي هي موجوده معانا. ما شاء الله حاجه حلوه. اولادنا هم جايين طبعا من القاهره وجايين عندنا الصعيد، جاهم طبعا يفتخروا مع حضرتك النهارده ان شاء الله. مصطفى كمان ما شاء الله. طيب يمكن خير دليل بقى اكتشافات جميله جدا منك يا استاذ مصطفى. ابننا ياسين له انشوده كده، طب نسمع منك. بص كده للكاميرا. ما بروحش مكان غير لما اتوضى اصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى اصلي، ابويا قال لي صوم وصلي، الله ادعي لابويا وادعي لامي، ما فيش غيرهم شال همي غير لما اتوضى اصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى اصلي، صلي يا مراكبي وودينا وصلنا هناك للمدينة، صلي يا ربي على نبينا غير لما اتوضى صلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى صلي، ابويا قال لي يا ياسين اقرا القرآن بالترتيل ووعك تنسى التجويد غير لما اتوضى صلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى صلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى صلي. جميل طبعا. وانا عارف ان الانشوده دي خاصه بيكم، بس ياسين تاثر بيكم يا استاذ مصطفى، وده جميل جدا ان ينتقل هذا التاثير. الى اي مدى انت يعني كابن من ابناء عطف حيدر القريه بني وركان، القريه بني وركان وما حولها، اعتقد ما شاء الله اصبح دلوقتي من العادات الجميله احياء الاحتفالات بالانشاد الديني، وقد تكون يعني ليله العرس او ليله الحنه انشاد ديني. فده تطور كبير جدا في عوده الذوق في الكلمه الحلوه التي تسمو الوجدان وتعلم الناس الاخلاق. يعني موضوع ارتباط الانشاد بالاخلاق او بحسن الخلق، الى اي مدى انت شايفه؟ والله هو طبعا في البدايه ويعني هو سؤال جميل. انت حضرتك قبل كده في لقاء قلت لي ازاي بتلقى ثمره الصلاه على سيدنا النبي في حياتك. ثمره الصلاه على سيدنا النبي في حياتنا، احنا طبعا امبارح كنا بنحيي فرح، واخد بال حضرتك. طبعا العريس هيخش على جوه على طول بفضل ربنا. العريس اول ما جه بعت له حد قلت له الشيخ مصطفى عايزك على المسرح. على طول راح جايب عروسته وجام قعدوا على المسرح. والله العظيم ويشهد على الكلام ده الكابتن احمد عمار، قال لي انا ما عايز اقوم من هنا. يا سلام. حب الليله، قال لي ما كنتش متوقع. بدايه موفقه وبتصلي على سيدنا النبي، في بركه. هو الموضوع بيشترط على حاجتين اتنين. الصوت
والكلمات. الكلمات والقبول والاخلاص بيصل لقلوب الناس. يعني مش اي حد هيقول انا بنشد يبقى بينشد، هو الكلام بيطلع من القلب بيروح للقلب. وفي الاول وفي الاخر احنا كلنا خدامين مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مشتاقون للاستماع لانشوده اخرى مع اختنا ايه. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم يلي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. يلي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. تعال توسل بالمنان، تعال توسل بالمنان، وندخل جنات النعيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر. تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر. الله الباري لا يغفر، الله الباري لا يغفر، وندخل جنات النعيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. الله الله. مشاهدينا الكرام مستمرون مع هذا الجمال، ولكن بعد فاصل قصير أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. شهر رمضان شهر الصيام، شهر القيام وصلاة الفرض. رمضان كريم أصله عظيم، شهر العبادة في السماء والأرض. شهر رمضان شهر الصيام، شهر القيام وصلاة الفرد. رمضان كريم أصله عظيم، شهر العبادة في السماء والأرض. شهر في السنة وفي كل سنة، يجي ويجيب لنا الهنا. شهر في السنة وفي كل سنة، يجي ويجيب لنا الهنا. وفي كل سنة ندعي ربنا، وفي كل سنة ندعي ربنا، ندعي ربنا ويجينا الهنا. رمضان شهر الصيام، شهر القيام وصلاة الفرد. رمضان كريم أصله عظيم، شهر العبادة في السماء والأرض. مشاهدينا الكرام عدنا مع حضراتكم بعد هذا الفاصل لمتابعة هذا الجمال وهذا التألق وهذه الروح الجميلة التي تحياها النفوس مع الإنشاد الديني مع المنشدين مصطفى رضا وآية العدوي، ومعنا كابتن أحمد عمار. يمكن مرة تانية برضو أكيد لحضرتك، أنا كنت سألتك عن موضوع مواسم الخيرات وكيفية استغلالها. في بعض الأسر ممكن يقولوا أنت لو اكتشفت ابني ومارس هواية أو موهبة ممكن ده يعطله عن الدراسة، إزاي أنت بترد عليهم؟ والله احنا طبعا
طبعا بنقول الناس بقى لما تبدا الدراسه تلاقي الناس احتفظوا باولادهم شويه، لكن احنا بننصح الناس ان انت تخلي ابنك مع القران، تخلي ابنك عنده الهوايه بتاعته مستمر فيها. عمر الهوايه ما تمنعه عن اي حاجه مش هتعطله. وتلاقي حتى اللي هو محفظ قران الدنيا خفت عنه يقول لك عشان الدراسه بدات. دي احنا بنعاني منها في قران وفي بلادنا بجد، يعني وضع غير عادي. لكن احنا بنقول لك طول ما ابنك بيحفظ القران ومع القران والله ربنا يكرمه. وعلى فكره من حافظ القران الكريم هتلاقيهم علماء. طبعا احنا عندنا عدوي ما بيتعطلش عندنا في المنيا هنا حد ما شاء الله تبارك الله عالم رباني، ناس ما شاء الله احنا بنحتفل بيها. ولكن انا بقول والله احنا بنتشرف ان احنا من المنيا واحنا قاعدين مع المنيا. طبعا المنيا عروس القران كما قال فضيله الشيخ المعصراوي اللي هو شيخ مشايخ المقارئ المصريه. واحنا طبعا بنقول وكنا عاملين طبعا مبادره ان احنا اي حد يعمل فرحه فرح ديني فرح اسلامي احنا بندعمه. برغم كده ما شاء الله تفاجئنا ان القاعات بدأوا يقولوا احنا معاك، اصحاب الشيشه يقولوا احنا معاك، اصحاب المحلات بتاع يقول لك والله احنا معاك. يعني احنا في يوم والله نشرت المبادره في يوم اتفاجئ ان كل الناس عاوزه تساعد معانا، الناس محبه للخير ما شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ويمكن فعلا بياكد الكابتن احمد عمار بياكد كلامي ان فعلا سنه حسنه وجود حب الناس للانشاد الديني وتبديلهم عن الاشياء الاغاني والكلمات الركيكه والموسيقى الصاخبه اللي هي فعلا بتتعارض مع الذوق الرفيع. يعني لك كلمه اخيره كده عن مستقبل الانشاد واستثمار مواسم الخيرات ونحن في هذه السهره الرمضانيه حتى يزدهر الانشاد ان شاء الله. والله يعني ما شاء الله الإنشاد الديني يعني حاليا دلوقتي انتشر، يعتبر مش في مصر بس في العالم كله، وده بفضل طبعا ربنا ثم المنشدين الجمال اللي موجودين في مصر. يعني ما شاء الله مصر فيها أصوات جميلة كتير جدا في الإنشاد وفي القرآن وحتى نسمع حاجة من عدو كده في الإنشاد. عدو ليه في الإنشاد كمان يعني ما شاء الله احنا قدمناها على أساس إن هو قرآن فقط، لكن ندي لك كده دقيقتين كده في الإنشاد يا عدو. اتفضل معانا. بص كده الكاميرا. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا بالزهراء. أشكي من وجدي وحالي الله وأقول لي مين النبي غالي. أشكي من وجدي وحالي وأقول لي مين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا بالزهراء. يا صاحب الكبة الخضرة الله هل علينا بالنظرة. يا صاحب الكبة الخضرة هل علينا بالنظرة. هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب مناه. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، نور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بنحييكم بصراحه على تشجيع المواهب حضرتك وكابتن احمد، وفعلا ما شاء الله ظهور جديده ان شاء الله في مجال الانشاد الديني، نراهم مبدعين ونجوم في المستقبل ان شاء الله. طبعا معروف ان في رمضان يعني عمره رمضان يعني قد تساوي حجه كما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. اكيد لكم يعني شيء او اهداء او انشوده عن الذين يتنسمون اريج الايمان ونفحات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في رمضان. هل في انشوده عن العمره في رمضان نقدر نختتم بها هذا اللقاء الجميل؟ في البداية ربنا يوعدك كده بزيارة سيدنا النبي. يا رب صحبه ان شاء الله. الله يبارك فيك. رايحين العمرة والله وقلوبنا كويسة،
مغسولة بالمحبة والروح متونسة. يا ليل يا ليل طول شوية عالصخرة الحلوة دي. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده النبي علينا غالي، ده النبي علينا غالي، ده النبي علينا غالي ولا عمره يتنسى. رايحين العمرة والله وقلوبنا كويسة. يا شوق ابعت سلامي للأرض الطيبة أرض الحبيب محمد لقلوبنا قريبة. يا شوق ابعت سلامي سلامي للأرض الطيبة أرض الحبيب محمد لقلوبنا قريبة. يا رب وعدنا تاني ونور الكمرة تاني. يا رب وعدنا تاني ونزور الكعبة تاني ونزور الكعبة تاني ونشوفه كلنا. يا ليل يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. يا ليل طول شوية عالصخرة الحلوة دي. ده النبي علينا غالي ده النبي علينا غالي ده النبي علينا غالي ولا عمره يتنسى. رايحين العمرة والله وقلوبنا كويسة. الناس بالحب تسعى المروة وفي الصفا الله في قلوبهم المحبة في عيونهم الصفا. الناس بالحب تسعى المروة وفي الصفا في قلوبهم المحبة في عيونهم الصفا. يا رب وعدنا تاني ونزور الروضة تاني. يا رب وعدنا تاني بلغ لنا الأماني. ونزور الروضة تاني ونشوفه كلنا. يا ليل ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. يا ليل طول شوية عالصخرة الحلوة دي. ده النبي علينا غالي ده النبي علينا غالي ده النبي علينا غالي ولا عمره ما يتنسى. رايحين العمرة والله وقلوبنا كويسة. الله الله، يعني ما أروعكما وما أروع هذه الليلة مشاهدينا الكرام التي عشنا فيها تلك الإشراقات وهذه الأنوار في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم من خلال المديح الذي يعني يفتح سراديب القلوب لكي يستطيع الإنسان أن يسعد في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير للمنشدين المتميزين الرائعين مصطفى رضا وآية العدوي، وشرفنا بالكابتن أحمد عمار من العدوى داعم للمواهب، وشرفنا بالموهبتين الصغيرتين عدوي وياسين. كل عام وحضراتكم بخير. ممكن حضرتك انت عايز تقول حاجه وانا طبعا ابادي اسره البرنامج طبعا على اليوم الجميل ده اللي احنا اتشرفنا بحضراتكم انت والاساتذه. كل عام وحضراتكم بخير. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. يعني فعلا مع يعني مش هنقول دي هديه، ده هنقول ده اعظم شيء ممكن الواحد يشعر به. يعني هذه المحبه وهذا الروح الجميله. وانا فعلا بحب اهل العدوى الطيبين المحترمين. شكرا الكابتن احمد، شكرا لمنشدنا الشيخ مصطفى، وكل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعه. تقبل الله منا ومنكم الصيام والصلاه وصالح الاعمال. كل عام انتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.